السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. التجارة مع الله. إن أول من تدخل الجنة من النساء هي السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل الجنة وهي راكبة ناقة وتأخذ بلجام الناقة امرأة الحطاب. ولكن ما هي حكاية هذه الناقة؟ كان سيدنا علي بن أبي طالب زوج السيدة فاطمة لا يمتلك أي دينار في بيته، فخلعت السيدة فاطمة قيراطها وقالت لعلي: اذهب وبيع هذا القيراط حتى نأكل بثمنه. أخذ علي القيراط وذهب فباعه ب6 دنانير. وهو في طريقه للعودة للمنزل قابله رجل مسكين فقال: يا علي، أعطني مما أعطاك الله. فأخرج علي دينارين من ال6 وأعطاها له ومشى. فقابله رجل آخر قال: يا علي، أعطني مما أعطاك الله. فأخرج علي دينارين من ال4 وأعطاه إياها ومشى. فقابله رجل ثالث فقال: يا علي، أعطني مما أعطاك الله. فأخرج آخر دينارين وأعطاهم للرجل ومشى. وهو في طريقه قابله رجل معه ناقة فقال لعلي: يا علي، أتشتري هذه الناقة؟ قال علي: ليس معي ثمنها. فقال: خذها ب100 دينار وعندما يرزقك الله رد علي ثمنها. أخذها علي، وقبل أن يصل إلى بيته قابل رجل آخر أعجبته الناقة فقال: يا علي، أتبيع هذه الناقة؟ قال: نعم. فسأله الرجل: بكم اشتريتها؟ فقال علي: اشتريتها ب100 دينار. فقال الرجل: وأنا اشتريتها ب160 دينار. فأخذها الرجل وأعطاه 160 دينار. فرجع علي إلى صاحب الناقة الأولى وأعطاه 100 دينار، وعاد إلى بيته فرحان وسعيد ومعه 60 دينار. دخل على السيدة فاطمة فرحان وحكى لها قصة الناقة، فقالت له: هيا بنا إلى أبي عليه الصلاة والسلام نحكي له ما حدث. دخل على النبي، فلما رآهم النبي ابتسم ابتسامة عريضة. فقالت السيدة فاطمة: احكي يا علي. فجلس علي يقص على النبي الحكاية والنبي يبتسم، حتى إذا انتهى علي من القصة فقال له النبي: ربحت التجارة مع الله يا علي، الحسنة ب10 أمثالها، تصدقت ب6 فرزقك الله ب60. يا علي، الذي باع لك الناقة هو جبريل، والذي اشترى منك الناقة هو ميكائيل، وهذه الناقة هي الناقة التي تدخل فاطمة بها الجنة. أسأل الله لكم جميعا أن يجمعنا مع النبي في الفردوس الأعلى، اللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.